امم انت عملت العمايل، قتلت واتحرشت، نهبت وخربت واعتديت. اه اوكي، انت معاك تصريح المشكلة النفسية. خلاص تمام، خد راحتك. اللي بعده. طيب انت كمان كانوا بيقسوا عليك وانت صغير. تمام، براحتك. اللي بعده. بص، انا النهارده جاي، آه، 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 الكلمة اللي ملهاش مرادف في اللهجة المصرية، وده عتاب على اللهجة المصرية. جاي اسولف. هحكي قصة. يحكى أنه في سنة 2019 جه القذر ده قتل 50 إنسان مسلم كانوا بيتأهبوا عشان يصلوا الجمعة في نيوزيلندا، وكان له مؤيدين ومبررين بيبرروا فعلته وبيسندوه في محنته وبيساعدوه. يا جدعان، ازاي المحكمة هتسجنه؟ ازاي هتعاقبوا على العمل؟ يا جدعان، ده قتل 50 واحد يعني. لا، وهو كمان قدم طلب للمحكمة انه عايز يعمل تحليل لصحته ولا كشف لصحته النفسية وقت ما كان بيعمل الكلام ده، لانه عارف انه بشيء زي كده هياخد تخفيف للعقوبة او حتى اعفاء. ولا الراجل اللي هو جه يعلم بنته المشي ده برضه، البنت بنت السنتين ولا حتى تلاقيها ما كملش سنتين، والراجل بيضربها، والبنت صغيرة يا عيني يمكن تكون قد سرته اصلا. الراجل يوقفها كده عشان تمشي، فعضلاتها مش هتقوى، بتقع يا عيني المسكينة. فقوم ضاربها على بطنها، ضاربها في وشها. المهم الناس شافت الفعل ده وواجهته بشكل طبيعي، كانت غضبانة طبعا، وفي اللي بلغ عنه الى اخره. اللي حصل بقى، المهم فالراجل طلع يصور فيديو بعدها بيستعطف فيه الناس، باين وحزنان كده، بيقول انه كان بيمر بحالة نفسية سيئة وبتاع لما حصل الكلام ده. وبيعتذر للناس وبيعتذر للنائب العام ولا مش عارف بيعمل ايه. المهم شوف بقى التعليقات بقت تتغير. بقى في ناس، الصيغ اتغيرت. بقى في ناس اللي هو ده شكله مريض يا جماعة، ادعوا له ده. يا لهوي، استنى والله خلينا افتح التعليقات. شباب ادعوا له بالهداية، من الواضح ان هذا الرجل مريض، ربنا يعفو عنه. لايك للفيديو. بص، 290 لايك على التعليق ده، وهو اعلى لايك، وبنت باي صاحب القناة المهم التعليق ده مدمر. الصيغة دي مدمرة. انا ما بقولش ما تدعوش للراجل ولا ما تدعوش لاي حد عموما، عادي يعني، له علينا ان احنا ندعي له، مفيش مشكلة. بس ان هو يجيبها بالطريقة دي، ان هو يطلعه في شكل المظلوم. يا جدعان، ده هو اللي طلع مريض لا، ده ما ينفيش، ان اللي عمله غلط ولازم يحاكم عليه، لازم يعاقب، لان هو مش مجنون. هو في وعيه يعني. هو ما كانش مغيب ولا كنت يرفعون ازاي. ايه ده؟ يا جدعان بطلوا عبط. في جودنا ايه ده؟ مين ده؟ بيقول يرفعها وينزلها كأنها عروسة، ده عندها الله يستر عليهم. طلعتونا من ام المود يا جدع. طيب عندك ناس تانية برضو، بس انا مش هكتر في ذكر النماذج، يعني اظن انت حتى بتشوف حاجات كتير زي كده. طب ده ليه بقى متزايد وبيحصل بالشكل ده؟ ليه بقت الحالة النفسية في القداسة دي؟ بقت وكأن الحالة النفسية هي دافع الإنسان ومحركه للأفعال، لدرجة إن لأ، اوعى تحاسب الراجل على الفعل. شوف كانت حالته النفسية عاملة ازاي وقتها. على رأي الدكتور اسماعيل عرفة، انك لما تفتح باب تبرير الأفعال عبر الحالة النفسية لمرتكبها، فده هيخلينا نعمل فلتر ننتقي منه مين اللي مجرم ومين لأ، مين مذنب ومين لأ. ما هو لما يكون واحد مثلا ذو منصب ويجي ابنه يقتل شاب لانه اصلا كان بيمنعه انه يعمل حاجه غلط، ما علينا، وقدام مرأى العالم كله، فوقتها ازاي هي صاحب المنصب ده ازاي هيشيل التهمه من على ابنه؟ من ضمن الحاجات اللي هتخليه يعمل كده ان هو يبرر بالحاله النفسيه. التبرير بالحاله النفسيه، تذكره الحاله النفسيه. يا جدعان، ده هيؤدي لحاجة خطيرة جدا، اللي هي انت معايا يبقى انت تعبان نفسيا، عندك مشكلة نفسية، لكن انت ضدي يبقى انت بياع الكباب. وده بيدفن محاولة تحقيق العدل تحت الأرض. بس يا أخي، ازاي بقى القتل والعنف والحاجات دي كلها ازاي بقت سهلة قوي كده، وسهل التعاطف قوي مع الحاجات دي؟ انا افتكر موقف مرة من سنة ونص تقريبا كان حصل لي.
كنت راكب العربية مع واحد صاحبي اسمه كريم، وصاحبنا التالت اسمه عمر، وكان اخويا معانا. وقتها كنا بنتمشى بالعربية، وكنا في شارع عادي، ودخلنا شارع مظلم كده، شارع حارة يعني، بيوت وكده، مفيش محلات، مفيش عربيات كتير كده، كان الشارع مظلم شوية. آه كنا بنمشي، وكان عادي ماشي يعني بسرعة متوسطة. وبص، لو هتتقرف اقفل الفيديو، اقفل الفيديو احسن، براحتك يعني. المهم عشان حاجة ممكن تقرفك. المهم كنا بنمشي، مرة واحدة من غير يعني من غير ما نشوف، عدت قطة من قدام كريم وبسرعة، وهو ما انتبهش، العربية قامت عاملة كده يعني، ايه، دوسناها للأسف. المهم حصل بسرعة كده، ومرة هو أصلا أول ما شاف المنظر بطأ على طول، كانها فحطنا، وللأسف برضو داسها يعني. أنا آسف يا كريم لو بتتفرج على الفيديو إن أنا بفكرك بحاجة زي كده. المهم آه وقف العربية تماما، وبدأ يرجع شوية. لما وقفها ببصله كده، وكان فيها سنة يعني نوع ما استخفاف بالوضع شوية الصراحة. وببصله بقول له كريم مالك وكده، وانت وقفت خالص. فلقيته بيبصلي وهو كان ساكت، ما كانش بيرد على حد فينا. ولما بصلي كانت عينه بتشرح كل اللي جواه، عينه كانت حزينة جدا، وكانت الدموع ممسوكة في عينه مش بتنزل، باين ان عينه مدمعة. المهم قام بدأ يرجع بالراحة بالعربية، وراح ركن العربية جنب اللي حصل ده. وقام نزل من العربية، وراح جاب كرتونة، كان في علبة زبالة في الشارع، وكان جنبها كده كرتونة. واحنا رحنا وراه، احنا التلاتة، وقام قطعها، وادى كل واحد فينا مربع مسطح كده، وقمنا رايحين للقطة، وهو متقدما في مكان كده، تحس الشارع مظلم، وهو اللي عليه لمبة زرقاء كده. المهم وطى واحنا يعني فهمنا، وجينا معاه، وكنا بنشيلها مع بعض. شفناها، وكانت راسها مقسومة عن جسمها، مفصولة عن جسمها. وقام رفعها وخدها يعني، رفعناها معاه، وخدها كده، كان شايلها، مشي قدام شوية، وراح لحتة مظلمة جنب شجرة تقريبا، ولا مش فاكر، كان حتة فاضية شوية كده، وقام حطها فيها. مش عارف هو ده كان بيدفنها ولا كان ايه. المهم قعد لوحده كده شوية بتاع دقيقتين، واحنا واقفين وراه، قاعد بس، هو قاعد يبص بص قدام، واحنا بنبص له من ورا، احنا مرصوصين كده وراه، تحس قاعدين بنبص على اللي بيحصل. وبجد السكوت كان عامم المكان، ما كانش فيه اي صوت، سكوت بس وضلمة، واقفين وقاعدين بنبص له. لحد ما رحت له ووطيت، نزلت كده ببص له، كريم في ايه؟ وكانت الدموع اللي في عينه نزلت، كان قاعد يعيط على اللي حصل، رغم ان هو يعني كان بالغلط والامور دي كلها، لكن احساس ان هو شال الحياة من روح. بص والله يعني، انت لو مستهزئ بالوضع ده يبقى انت متحسش عليه. هو راجل بيحس. يا ريتنا بس كلنا زي كريم. شكرا لو كملت لحد هنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وتعليق والحاجات دي، وشارك الفيديو. وهكتفي لحد هنا، أظن الرسالة وضحت. ختام، فسلام من الله تعالى عليكم.